صباح الخير. محاولتي رقم 5 لاستعادة الشغف. مؤخرا بمر بشوية حاجات كده مخلياني اوت اوف مود، اوت اوف الحياة اصلا. مش هقول لكم ان ده روتين يومي، لا هو روتين لمحاولة استعادة نفسنا وشغفنا. الساعة 1 الظهر، يلا بينا نبدأ وبعدين هفهمكم كل حاجة. اعتقد كمان باين قوي ان انا بشرتي في ذمة الله بقالي فترة، يعني اكتر من اسبوعين. الفترة اللي انا ما نزلتش فيها فيديوهات خالص، ما كنتش بحط اي حاجة على وشي، لدرجة انه بجد الناس ما بقتش تتكسف وتقول لي تحت عينيكي اسود قوي. كمان هنرجع نهتم ببشرتنا من النهارده هنرجع لحاجات كتيرة قوي. فلو انتم مكتئبين اتفرجوا على الفيديو لاخره. غسول خلص غسيل وشي وارجع لكم، عشان مش عارفه اصور وانا بتغنزل ده. لما تكونوا مكتئبين ما تغسلوش وشكم بميه سخنه، بحس ان هي بتجيب كسل اكتر ما الواحد كسلان. اغسلوا وشكم بميه ساقعه متلجه كده عشان تفوق. الميه بجد دلوقتي بتلج، والنهارده اصلا درجه الحراره قليله والدنيا بتشتي. المهم بقى ان انا مؤخرا بقيت عامله زي الناس المعفنه اللي انا كنت دايما بتكلم عنهم، اللي مش بيغسلوا اسنانهم. يا خلصنا. تحسوا في فرق ما بين وشي في اول ما صحيت ودلوقتي؟ حاسه ان بقي باين كبير في الفيديو ده، بس عشان عندي. تعالوا نظبط شويه حاجات في بشرتنا عشان نكمل الروتين وبعدين ناكل. هجيب مرايتي واجي عشان نظبط وشنا هنا. معرفش ليه بس حاسه انه هنا الاضاءه حلوه. عايزه انصحكم نصيحه بقى بجد من واقع هذه التجربه المريره التي امر بها هذه الفتره، الا وهي ان يا جماعه تدوش الحاجه اكبر من حجمها. عارفه ان الجمله دي اتقالت كتير وناس كتير قوي بتقولها، بس فعليا احنا بندي الحاجات اكبر من حجمها قوي، لدرجه ان الحاجات لما بتحصل وما بتبقاش بتزعلنا، يعني من كتر ما اعتدنا ان هي تحصل بنقعد نوهم نفسنا ان احنا لا لازم نكون زعلانين ولازم نكون موجوعين ولازم نكون بنعيط، ونجبر نفسنا ان احنا نفكر وان احنا نعيط وان احنا نزعل علشان ده اللي المفروض يحصل، مع ان الحاجه ما بتكونش مستاهله. بفكر كتير انا الفتره اللي فاتت، بما اني ما كنتش بعمل اي حاجه غير ان انا بفكر، فبجد لقيت نفسي ان انا طول الوقت كنت بدور على انه دايما الحاجه دي لازم ان انا ازعل عليها، وان المنطقي والطبيعي ان انا اكون بزعل بس. طب في المقابل هل الحاجه دي كانت بتعوضني مثلا بسعاده ما او بحاجه ما تخليني بجد لما يحصل حاجه اكتئب كده؟ لقيت انه بجد لا، وبقيت فاهمه كويس قوي معنى جمله او ما تديش الحاجه اكبر من حجمها. ما تخلوش حاجه اولويه في حياتكم اكتر من نفسكم، وبجد ده الطبيعي ان نفسك هي تكون الاولويه. انما غباء بقى اللي هو من نوع انه لا مش لازم نفسي تكون اولويه. عايزه اقول لكم حاجه تانية كمان، ان طول ما انتم مستنيين الحاجه ان هي تحصل، اولا هي مش هتحصل، ثانيا مش هينكوا اي حاجه منها غير الزعل، ثالثا والاهم ان لو الحاجه اللي انتم مستنيينها تحصل دي حصلت، فهي هتكون مجرد فتره وهترجع كل حاجه اوحش مما كانت عليه. الحاجه اللي هي ما بتتصلحش في وقتها وبتتساب وقت طويل بايظه، ويجي بعد وقت طويل كده ايه يلا بينا نصلحها. بصوا ده مش فار واكل البتاعه دي. عمر بيحب ياكل البيوتي بلندر وبيحب ياكل الفرش بتاعته. المهم نصيحه، لو انتم مستنيين حاجه تحصل وخيالكم المريض كده اللي هو زي خيالي بالظبط مصور لكم ان هتحصل ان شاء الله، هتحصل على طول كمان، وما تحصلش بعد يوم واتنين، تفضلوا برضو مستنيين الحاجه تحصل، تاكدوا ان الحاجه هتحصل، بس لما هتحصل هتكون فتره مؤقته وهتاخدوا على دماغكم بعدها. فما تتمسكوش باي حاجه توصلكم في الاخر ان انتوا تفضلوا تقولوا يا ريتنا عملنا ويا ريتنا ما عملناش ويا ريتنا واحنا اللي غلطانين. هي تحت عيني كده حلو، ولا هلاقي ناس بتقول لي برضو تحت عينيك بقى اسود قوي الفتره دي؟ ما اكيد انا بشوف نفسي في المرايه وعارفه. يعني الموضوع ده بيعصبني قوي على فكره. اي نو ان تحت عيني اسود، والله عارفه. تخيلوا ان انا عارفه. عارفين ليه؟ عشان عندي مرايه في بيتنا بتخليني اشوف نفسي كل يوم الصبح. انا عارفه ان اول مره تشوف حتى روج بالطريقه الغبيه دي، بس انا بحب احط كده عشان ما يبانش انه روج. باين انه روج. استنوا بقى نحط شويه بلاشر. والله العظيم يا ولاد اكتشفت مؤخرا انه الانسان اللي ما بيحبش نفسه اكثر ما بيحب الاخرين ده بني ادم غبي. انا كنت بني ادمه غبيه قوي، يعني اكتبوا لي في الكومنت انت كنت غبيه. لا ما تقولوليش كده، انا ممكن اتاثر ساعتها لو قلتولي كده. لا ما تقولوليش. انا عارفه انه الانسان لازم يمر بقصص ويمر
بتجارب، علشان مش دايما لازم نمشي على تجارب الاخرين، في اوقات لازم احنا نجرب بنفسنا، بحيث لما نيجي نقع في نفس الحاجه تاني نفتكر حصل معانا كذا 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 كذا. النصيحه الاخيره وانا بحط الميك اب المش مفهوم بتاعي ده، انه لا تعتادوا اعطاء الفرص. ادوا لحد فرص، ادوا للناس فرص، بس لا تعتادوا الفرص، ان انتوا دايما تدوا للاشخاص دول فرص 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 فرص. ما جاتش الفرصه الاولى هتيجي في الفرصه ال100. لما توصل معاكم كده اعرفوا ان مفيش حاجه بتتصلح، وانه انتوا بتلعبوا في الحته الغلط. ده مشروع جون ولكن في مرمانه. يلا بينا نروح نرتب اوضتنا عشان واحنا بناكل كده ناكل على رواق. صحيح ما تنسوش حط لايك للفيديو. اوكي، بصوا سبحان الله الجو اتغير ازاي في لحظه. شايفين القلب اللي فوق ده؟ النهارده 14/2 بالمناسبه، فتقريبا السما بتحتفل بعيد الحب. بصوا شكله قلب قوي. استنوا تعالوا اتصور معاه. حاولت اتصور مع القلب بس ما عرفتش، فتقريبا انا والقلب مش جايين مع بعض سكه. قررت بقى ان احنا نروق اوضتنا ونغير ملايه السرير المعفنه دي. مش عارفه ليه مكسله ان اروق الاوضه، بس نمنم خلينا قويه وتعالي نرتب الاوضه. اوكي، بالمناسبه نسيت اقول لكم حاجه، انه ده هيكون اخر ترم دراسي ليا. حاول ان انا اصور فيه فلوجات كتير في الجامعه عشان تفضل ذكرى، فمش عايزه اتقل عليكم، بس حابه ان انتوا تشجعوني وتقولوا لي عاش نعم عاش، ومستنيين الفلوج بتاع الجامعه واول يوم في الترم التاني والحاجات دي، علشان اتحمس واصور. ويا رب الراجل اللي بره ده يبطل تخبيط، هو عنده هوايه بيحب يخبط وانا بصور. شايفين كم الهدوم ده؟ تقريبا من يومين كان قده 5 مرات، كان لحد هنا كده ماما شالتهم، فخلي عندي دم النهارده والملم كل الحاجات دي وارتب برضو دولابي بالمره. تاتا، خلصت كمان الركن ده وشلت الهدوم. تعالوا نعمل مع بعض فطار وبعدين نقعد نظبط افكارنا والحاجات اللي انا عايزه اعملها الفتره اللي جايه، عشان تخرجوا من اي حاجه مضايقاكم او فتره غتت شويه في حياتكم. تركزوا على ان انتوا تحطوا اهداف شخصيه لنفسكم خلال الفتره اللي جايه، علشان الحاجه دي هتشغلكم قوي وهتبتدوا تشغلوا دماغكم بحاجات تانية غير الحاجات اللي مضايقاكم. بكلمكم من جوه التلاجة. كنت عايزه افطر بيض مقلي بس انا تعبانه، عندي سخونيه وما ينفعش اكل بيض وانا سخنه، فهعمل فطار بقالي مده يمكن سنين ما عملتش الفطار ده، حاجه لذيذه. تعالى اقول لكم هنعمل ايه. مكونات الاكله دي بقى بسيطه جدا، مش هنحتاج فيها غير عيش بلدي اللي هو عيش الفرن ده، وكمان عليه بقى فاهيتا وجبنه. لو جبنه قريش يبقى افضل، بس ما لقيتش غير جبنه تلاجة عندنا فاستخدمها. اول حاجه هحشي العيش بالمكونات دي وبعدين ارجع اكمل لكم بقيه الوصفه. هنحط كمان طماطم عشان بتكون حلوه على الجبنه. نيجي في طاسه نحط فيها كده شويه زيت ونسيبهم يسخنوا، وبعدين نحط فيهم العيش بعد ما حشيناه من جوه بالمكونات دي. بجد يا جماعه بيبقى طعمه تحفه. اصلا كفايه شكله، دلوقتي هوريكم شكله بعد ما يتحمر. ابتدى ألذ سندوتشات تاكلوها في حياتكم بجد، وطعم العيش ده بيبقى حلو قوي في الوصفات دي. تعالوا بقى نجيب بودكاست شغل ده. بصوا القمر، بصوا صوته بيقرمش ازاي. بجد طعمه حلو قوي. من زمان قوي ما اكلتش الاكله دي، مش عارفه اكل من البتاعه اللي طالعه لي هنا دي. تعالوا بقى نسمع البودكاست. ليه اصلا ابغى اخطط حياتي، وليه ابغى اصمم. خلينا نفترض انك انت ما حتصمم، لا تصمم حياتك. كيف لا تصمم؟ هل متخيل انت وش ممكن يصير؟ اني انا بصمم اشياء عامه. حلو، يعني مو بدي بخطط اشياء عامه بس، يعني حلو. هذا يعني هذا الشكل اللي انا اقدر اخطط له. اشتر كتكوت. خلصت اكلي الحمد لله، اللي هو المفروض فطار بس بقى الساعه 3. اصلا كان لازم اكل عشان اخد العلاجات دي كلها، بس احلى دواء فيهم هو الدواء الصغير ده، بيخليني انام مهما كنت سهرانه ومهما كنت نايمه، هو بينيمني اكتر، فبقيت احبه قوي الفتره دي. بصوا بقى نسيت اوريكم نعناع بعد ما كبرت. نعناع دلوقتي عندها شهر. عايزه بقى لو حد يعرف ليه هي لونها اصفر كده، يعني ممكن اعمل لها ايه، لو هي محتاجه علاج او كده، لو حد بيفهم في الزرع يا ريت تقولوا لي، عشان مش عارفه صراحه ليه بقت اصفره كده. مساء الخير، ضحكت عليكم ورحت نمت ولسه صاحيه دلوقتي، وما شاء الله عليا، مع اني عايزه انظم نومي اصلا وصحياني كل يوم بيبوظ اكتر. دلوقتي هضطر افضل صاحيه كده زي القرده لحد الصبح.
هاخد البرشامه اللي بتنيمني دي علشان انام واصحى بدري. المهم يلا نقوم اشوف ايه الحاجات اللي انا عايزه اعملها. عايزين نعمل سكين كير. سامعين الشتاء؟ هو بجد بقاله ساعه عمال يشتي. المهم ان احنا صحينا نستحمل مع بعض الاضاءه دي، وانا هحاول اظبطها في الايد. انا مش جعانه، فهحط السكين كير بتاعي وهاخد البرشامه على طول بعدها واشغل كرتون عشان اعرف انام. عايزه اقول لكم بقى حاجه مهمه قوي. بعد بكره عندي مناسبه مهمه جدا جدا جدا، والمناسبه دي هصور فيها فيديو. متحمسه عشان الفيديو بالذات. مش هحرق المفاجاه واقول ايه هي عشان لما بقول كل مره الحاجه بتبوظ. فالفيديو الجاي واللي بعده كمان هيبقى ليهم علاقه ببعض. اللي انا عملته ده الكريم اللي انا بحطه دوت علشان الهالات، عشان صوري تطلع حلوه بعد بكره. مش قادره امسك نفسي وعايزه اقول لكم ايه الحاجه اللي هصورها بكره وبعد بكره. اصور واعمل كل حاجه بعدين افاجئكم وانزلها. مش قادره امسك نفسي، عايزه اقول لكم نبذه كمان عنه، ان هو حاجه مش بتتكرر تاني. يوم بنعيشه مره واحده، هي فزوره يعني، حدث بنعيشه مره واحده بس. احط الكريم. خلصنا. اعتبروها النصيحه الاخيره اللي هقولها في الفيديو ده، بس حاولوا تاخدوا وقتكم في الزعل وما تحاولوش ابدا تموف اون من الزعل، لان حتى لو عملتوا موف اون مع الوقت الزعل هيرجع لكم تاني. فخدوا وقتكم وازعلوا عشان لما تقرروا انه تبداوا صفحه جديده مع نفسكم تعرفوا تبداوها. كنت عايزه بقى اعمل ايه قبل ما نقعد نتفرج على فيلم وكده؟ عايزه الزق النجوم اللي في الحيطه دي معايا. بقالي فتره عايزه الزقهم وكل شويه باجل الموضوع، فقررت ان النهارده الزقهم. عايزه الزقهم على الجدار ده، لازقه منهم 3، فعايزه اكمل الجدار كله. دي النجوم، عايزه الزق البنك منها. بصوا هي المفروض بيجي معاها لزق دبل فيس كده زي ده، بتاخدوا منها مربع صغير عشان تلزقوا بيه النجمه. هلزقهم كده بشكل عشوائي. بتحطوا اللزق في اتجاه كده وبعدين بتشيلوه من الناحيه دي كده وبعدين نلزق. بصوا شكلهم. لسه هكمل الجدار كله. تعالوا شوفوا بينوروا في الضلمه ولا لا. بصوا كمان في الكيس بينوروا ازاي. نرجع بقى نكملهم بما انه طلعوا بينوروا. بصوا خلصت تقريبا 3/4. فاضل حته صغننه تحت وحته صغننه فوق، بس انا زهقت. يلا بينا بقى نعمل السهرة بتاعتنا. كنت ناوية اصور لكم بقى وانا بحط المقرمشات كده في الطبق وبتعمل صوت تش تش، بس فصلت وعايزة انام فحطها في كيس. هقعد اتفرج على الحلقة الجديدة اللي نزلت من مسلسل خبئني وبعدين انام. لو انتوا كملتوا الفيديو لحد هنا واستحملتوا نفسيتي الغريبة في الفيديو ده فشكرا جدا ان انتوا فضلتوا قاعدين معايا وتحمسوا للفيديوهين الجايين. افضلوا قولوا لي يا نمنا احنا مستنيين الفيديو الجاي عشان اتحمس كده واعمل له مونتاج على طول وانزله. بحبكم جدا. يلا باي.